السلام عليكم حبايبي واخواتي، وحشتوني قوي قوي. يلا بينا كده نعمل البصارة الجميلة. لونها وشكلها وطعمها بيتكلم عن نفسها، حلوة قوي واقتصادية جدا وطعمها حلو قوي. هيعجبكم ومش هتبطلوا تعملوها. يلا بينا كده نعمل شوية بصارة عجب. طعمها حلو قوي، مش هنشبع منها. انا عن نفسي بموت فيها، يعني كده مهما اكل منها ما بزهقش. يلا بينا نشوف عملناها ازاي. انا جبت فول مدشوش او فول الطعمية، يعني زي ما بتسموه او تفتكروا اسمه. انا جبت كده نص كيلو، هو الكيلو ب15 جنيه، انا جبت نص كيلو. نص كيلو كده نقعته من بالليل للصبح لحد ما بقى طري معايا كده وجميل. بكسره بايدي كده بيتكسر معايا، يعني نقعته بتاع 13 ساعة او 12 ساعة. وجبت معايا كده كزبرة وبقدونس شبت لأ، وجبت بصل اخضر بدل الكرات، لو في كرات يبقى احسن طبعا. وبلاش شبت خالص. انا جبت وبصلايه صغيره كده. حطيت البصل قطعته كده قطع صغيره عشان طبعا هنفرمه معاها، وحطيته على الفلفل، وجبت البقدونس، وجبت الكزبره. بصوا هنا انا بقول لكم شبت لا، شبت لا، انا بشيل هنا الشبت ده. انا كده بعرفكم يعني ان انا ما بحطش فيه الشبت، الشبت هيديها طعم وحش جدا. انا استبعدت الشبت، وجبت بقى الكزبره والبقدونس وقطعتها كده. طبعا بعد ما نضفتها وغسلتها كويس هقطعها كده على الفول وعلى البصل. طعمها حلو قوي، ويعني ريحة والطعم كده بتوع زمان. وكمان حاجة اقتصادية كده، ولا بتاخد مقادير ولا بتاخد وقت ولا اي حاجة. زي ما قلت لكم، انا جبت نص كيلو الفول المدشوش، نقعته من بالليل للصبح، وحطيت بقى كل حاجة كده على بعض. أكلة جميلة، ومعاها بقى البصل الأخضر، يا سلام عليها. جميلة كده لما تبقى مشطشطة كمان شوية ومعاها البصل، بتدي طعم حلو قوي قوي. قطعت عليها كده البصلة وخدت العيدين بتاعتها الخضرة دي عشان تديها طعم الكرات. وحطيت بقى حطيت شوية ملح، شوية ملح صغير، وحطيت معلقة سكر بتدي طعم حلو قوي، وشوية فلفل اسمر. بس كده، مش هحط اكتر من كده. شوية ملح وشوية سكر وشوية فلفل اسمر، ومش هزود اكتر من كده. ما تحطوش اكتر من كده عشان ما نضيعش طعمها الجميل، يعني التوابل كده احنا استكفينا بيها قوي. وطبعا الملح بعد كده ما تستوي وتنضرب كده، قبل ما نغرفها بشويه في الاطباق لازم ندوقها الاول، يعني قبل ما نحطها في الطبق بتاعتنا ندوقها، شوف عايزه ملح ولا لا. لو انت متعرفيش المقدار بتاعك. وحطيت كده 5 6 فصوص من الثوم المهروسين او مش مهروسين حتى يعني، بس انا عشان متفرز عندي فمهروس. حطوا 5 فصوص ثوم كده عليها. ونحط بقى شويه ميه، دوك الميه كده تبقى اكتر شويه من التغطيه بتاعتها، لان الفول عندنا مستوي، يعني زي اكن بنعمل رز كده، بس مزودين له الميه شويه. حطيتها على النار بقى وهسيبها تستوي براحتها. هي هتستوي براحتها، وبعد ما تستوي براحتها لا اما هضربها بالهاند بلندر لا اما في الخلاط وهضربها. وبعد ما هضربها لو حسيت انها خفيفه هحطها تاني على النار تتقل معايا واغرفها في الاطباق. بس كده. ودمت بقى بصلايه حلوه كده مقطعاها، وهحط عليها معلقه من النشا، وهسيبها يعني دقيقتين 3، وهاخدها احمرها واحطها على وش البصار. وبكده تبقى البصاره معانا جاهزه، وتاكلوا احلى طبق بصار. اخواتي وحبايبي، اوعوا تنسوني في الاشتراك في القناه، حاجه بتفرحني وبتسعدني، واللايك والشير عشان يوصل لكم مني يوصل لحبايبنا واصحابنا، وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. اتلخبطت، انا اسفه. انفض كده من النشا ده بيخليه مقرمش كده وجميل، واحط في الطاسه. بيديله طعم حلو قوي، بس يعني اديله دقيقتين 3 كده او ثانيتين 3 عشان البصل يشرب من النشا ويبقى ناشف كده مقرمش كده، يبقى جميل. وهتاكلوا بقى بجد على ضمانتي احلى طبق بصار. يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله تعملوها وتعجبكم. اشوفها على خير باذن